سنوات طويلة قضاها بنعمة وهو مريض، إذ أصيب بمرض الشلل قبل 31 عاما. وقال في حوار قديم إنه رغم مرضه إلا أنه كان يحاول تخفيف حزن غيره. ومن المواقف المؤثرة أنه كان يزور الطبيب لمتابعة مرضه فيرى غيره مرضى رغم ضعفه ومرضه، إلا أنه ساعدهم في تجاوز الأمر. لقد أصيب بالشلل في وقت مبكر لكنه لم ييأس واستطاع استغلاله ليصبح مصدر أمل للكثير من غيره. وتوفى اليوم الداعية السعودي عبد الله بنعمة عن عمر يناهز 50 عاما بعد معاناة لفترة طويلة مع المرض، ونعته العديد من الجهات الإسلامية. وتصدر اسمه وقصة حياته محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار قصة حياته ملهمة للكثير. ونعى الداعية الراحل عبد الله بنعمة الكثير من المغردين بكلمات مؤثرة. وقال عبد الله